الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم النصر. يلا كده اهلاويه دعمونا واشتركوا في القناه. انا مش هتكلم في اي حاجه، احنا بس هنشوف يعني قبل ما نتكلم في اي حاجه واقول لكم اي حاجه. كوره محمد شريف، يا شريف ايه دي؟ يعني انت نفسي ترد عليا تقول لي الكوره دي انت عملتها ازاي؟ ده انت لوحدك ومحدش ضغط عليك، والكوره جوه ال 18، يعني اقف واستلم وتمطع واعمل انت ونام واصحى واعمل انت كل حاجه. لكن ايه دي يا شريف؟ شريف انت نسيت الكوره يا شريف ولا ايه؟ يا شرف، لا ما ينفعش كده يا شريف، احنا جايبينك و اساس انت مهاجم، ما كانت تعمل لي فيها حموكش الصغير؟ لا. فشريف ايه دي يا شريف؟ يا شريف يعني نفسي ترد علينا وتقول لنا عملتها ازاي؟ جات لك الفكره ازاي انت تعملها؟ جات لك ازاي؟ يعني انت واقف لوحدك ومحدش معاك ولا ضغط عليك وجون طالع لك وجون مفتوح يا شريف. فمش محتاجه، مش محتاجه خالص يعني. لا بجد يا شريف، لازم نوقف مع النفس يا شريف، احنا داخلين في ماتشة صعبة جدا يا شريف. لازم تقف مع نفسك يا شريف. نشوف بقى التاني بقى اللي هو احلى حاجه في المباراه، هدف جراديشار. جراديشار عمل جون النهارده عالمي بصراحه. الكوره نازله له لوحده، مش حد، ريح مرجح رجليه، راح حاططها ايه في المقص. هدف من الاهداف اللي انت تحب تتفرج عليه. جراديشار هو لعيب كويس بس مش عارف هو ماله، بقاله فتره كده مختفي، بيجيبش جوان. بس جراديشار كويس يعني. فما بصراحه جراديشار وشريف عايزين يتغيروا بصراحه بيني وبينكم، يعني احنا عايزين مهاجمين يشيلوا الاهلي، يعني مع احترامي للاثنين يعني، بس يعني الاثنين تعبانين بصراحه يعني. سواء شريف ولا جراديشار، يعني جراديشار جاب جون كويس وجون حلو قوي، بس احنا ما بنشوفوش بعد كده، ما بانش بعد كده، مش منوش يعني، فاهم؟ ما ظهرش تاني في المباراة. نخش بقى في المباراة. كابتن عماد النحاس النهارده عمل مجازفة جامدة جدا 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 بتريزيجيه. تريزيجيه كان كويس النهارده، ما كانش وحش يعني، كان بصراحة من نجوم المباراة. بس كان مختفي، اللي هو خايف يعمل التحامات، خايف يعمل حاجة، فاهم؟ كان بيلعب ايه على ايه؟ على استحياء، فاهم؟ يطلع شوية يهدى شوية، يعمل شوية. فكان خايف لو ياخد انذار. فدي كانت مجازفة كبيرة جدا جدا ليه، اللي هو يعني بدأ الماتش وخلص الماتش. انت بدأت بالماتش طلعوش التاني، لا ما طلعوش، يعني طلع طاهر والشحات وبتاع مش عارف ايه وعمل تغيير كده. لكن الحمد لله ربنا سترها ما خدش انذار. والماتش والتسجيل كان النهارده نجم من نجوم المباراة، هو وياسر ابراهيم وياسين مرعي ومروان عطية، دول بصراحة أحسن أربعة النهارده في المباراة. نخش بقى في المباراة. الأهلي بدأ المباراة كويسة جدا 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 بهدف جلد شهر، وكان ضغط ولعب وبتاع مش عارف ايه. لكن انت فجأة لقيت دخل في الجون، فاهم؟ الجون اساسا ملوش لازمة، فاهم يعني؟ شوبير اللي انت لو شفت الكورة، شوبير تردد اطلع ما اطلعش، اعمل ما اعملش، فاهم؟ لغاية لما عمل بالعرض، عدت من ياسر وحطها جون حمدي زكي. يعني انت انا اصلا غلطة هاني كمان، انت لو بصيت في الجون اساسا غلطة هاني، هاني يعمل طلعها بره يعني. ما اعرفش اللعيبة بتحبش تلعب كورة بره ليه؟ يعني هو عيب ولا حرام؟ ليه يا جماعة طلعوا كورة بره؟ عادي جدا 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 يعني، يعني جدا عادي والله، ما فيهاش اي مشكلة خالص يعني. وما دخل فينا الجون التاني، الجون الاولاني. فيعني اول هجمه علينا دخلت فينا جون، دي حاجه طبعا مش حلوه معانا. وشوبير السنه دي بصراحه مش حلو زي السنه اللي فاتت. شوبير السنه دي سيء 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 سيء، يعني بدايه سيئه لشوبير. فربنا كرمنا ولعبنا الشوط اللي كان كويسين، بنروح على النداء نهاجم وبتاع مش عارف ايه. مني برضو ما كانتش فيها هجمات يعني، فاهم؟ هجمات كلها، ما فيش هجمه غير شوطه مروان عطيه في الشوط الاولاني، ما فيش حاجه تانية غيرها بتهيألي اعتقد يعني. مفيش حاجة تانية طلعها زنفول يعني. فجت ضربة جزاء، تريزيجيه حطها الحمد لله. الماتش الشوط الأولاني خلص 2-1. الشوط التاني بدأ. فين الأهلي يا جماعة؟ الأهلي مش موجود يا جماعة. الأهلي كان بيلعب دلوقتي الشوط الأولاني وكانوا كويسين، والعيال كانت بتجري وبتعمل مش عارف ايه. مفيش أهلي. طب ولا دفاع؟ مش موجودين، لأ. ولا هجوم؟ ولا وسط؟ لأ طبعا مش موجودين. لغاية لما جت كورنر، كانت طبعا هي كانت أصلا المفروض ياسر إبراهيم يسيبها لشوبير، بس هو خاف اللعب كان ضغط عليه، فهو خاف طلعها كورنر، فدي تصرف صح من ياسر ابراهيم. الكورة اللي اتلعبت، طاهر محمد طاهر بيلعب باليه، دي ملهاش حل تاني يعني. انت لو شفت الصورة، احنا هحط لكم الصورة اهي في الجون التاني. طاهر بيلعب باليه، طاهر مش موجود اساسا مع المدافع، مع المهاجم يعني، اساسا ولا بيضغط عليه ولا شايفه ولا بيعمل اي حاجة خالص. حطها برجله، راحت في الزاوية البعيدة لشوبير، بس برضه شوبير برضه يعتبر زي ما احنا شايفين كده، برضه شوبير متأخر. فاهم؟ انت المفروض يبقى عندك سرعة بديهة يا عم شوبير. فدخل الهدف التاني. فعماد النحاس عمل شوية تغييرات كده، طلع طاهر وطلع حسين الشحات وطلع ديانج لسه هنجيله دلوقتي، وطلع مش فاكر يعني، طلع كده خمس لعيبه كده، مع نزل خمس لعيبه الابرز فيهم كلهم في الخمسه اللي نزلوا.
احمد رضا واحمد عبد القادر بس. هم دول كانوا باينين من في الاتجاهات اللي عملها كابتن عماد النحاس. رضا كويس، في رضا المفروض ما يقعدش لان ديانج بيلعب معرفش نسي الكوره هو كمان. ديانج ولا بيضغط ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا وسطه حلوه ولا اي حاجه خالص. ديانج تايه في الملعب. يعني انا متهيألي رضا ومروان هيبقى احسن من ديانج ومروان. لان ديانج مش عارفين ايه اللي حصل له بصراحه، نسي الكوره، نسي الباصه، نسي الضغط، نسي كل حاجه. فيعني بصراحه مش فاهم ديانج عاوز مننا ايه، مش فاهم بصراحه عاوز مننا ديانج، فاهم. فيعني يا ريت كابتن عادل النحاس يفكر في موضوع ديانج ومروان ويلعب بقى رضا بقى. يعني كفايه بقى ديانج كده، خليه احتياطي بقى شويه بقى، احنا مش عاوزينه كده اساسا يمشي مع السلامه في يناير، مش عاوزينه. ديانج خلاص كفايه عليه كده بصراحه يعني. دي حاجة تانية. الجون التالت أحلى كورة في المباراة كلها. الأهلي عمل باصات كتيرة جدا 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 لغاية لما وصلت لبن شرقي، وبن شرقي لعبها رضا، ورضا لعبها تريزيجيه شاطة جت في العارضة ورجعت خبطت في بطن ياسر إبراهيم، وده كنت خايف تبقى أوفسايد بصراحة، بس الحمد لله ما كانتش أوفسايد، وياسر إبراهيم جت في بطنه ما جاتش في إيده. فالأهلي في حاجة مش مظبوطة، يعني اللعيبة ببساطة وحشة. اللعيبة اللي بيمسك كورة مبيعرفش يعمل بيها ايه. يعني في كورة كان عباد لعبها اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي حطها جوه، معرفش لعبها ازاي كده اشرف بن شرقي. وشريف ضيع كورتين، الكورة اللي هي جبنا في اول فيديو والكورة التانية كده وقع فيها قبل ما يشوطها ولا قبل ما يمسكها. في حاجة مش مظبوطة في الاهلي. الاهلي محتاج ترتيب بيت من الاول خالص. عندنا ماتش مهم جدا 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 يوم 29 مع الزمالك. الماتش ده مش هنخسره ان شاء الله باذن الله، يعني ما فيهاش اي كلام. ما ينفعش نخسر ماتش الزمالك، لكن على المستوى ده هنخسر ماتش الزمالك ونخسره بسكور كمان. الاهلي مش حلو، الاهلي دفاعيا مش حلو. يعني حرس الحدود عمل معانا اللي ما عملوش معانا سامي كليوباترا، مع احترامي حرس الحدود طبعا في لعيبه كتيره ولعيبه محترمه ولعيبه كبيره، بس انت فعلا حرس الحدود عمل حاجات الزمالك ما عملتهاش. الزمالك ما كانش في الجول، حرس جاب في الجونين وجون منها جون مرتد، فاهم. فانت عندك مشكله في نص الملعب، وعندك مشكله في الدفاع، وعندك مشكله في الهجوم. انت عندك لخبطه في الفريق. فالحمد لله احنا كسبنا، الحمد لله الماتش عدى على خير. نركز في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك ده مهم جدا 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 جدا. ما نخسرش ماتش الزمالك، نتعادل مش مشكله، يعني هنخسر نقطتين بس نتعادل مش مشكله، لكن ما نخسرش ماتش الزمالك يا كابتن يا عماد. انا حاسس هيبقى مشكله كبيره جدا 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 لو خسر ماتش الزمالك، يبقى كده الموسم بتاعنا يبقى وحش جدا جدا جدا. فده كان كل حاجه على الماتش النهارده. ماتش حرس حدود ماتش ضعيف جدا، يعني ما يستحق، يعني ما يوصلش الجيد، بس الحمد لله على المكسب. 3 نقاط مهمين هيرفعونا شويه في جدول المسابقه. وهنشوف بقى الزمالك هيعمل ايه بقى مع الجونه بعد كده. فكده كده الزمالك يكسب الجونه مش مشكله، يعني الزمالك يكسب الجونه 3-4 فمش فارقه يعني. فاحنا كده بنفكر في ماتش الزمالك. فتحياتي للاهلاويه، وفعلوا الجرس وقفوا في القناه. يلا يا اهلاويه، السلام عليكم.